والله العظيم يوم الكشري ده كان يوم عالمي، ومصر كلها عرفت ان انا عملت كشري، والمنطقه بتاعتي عرفت ان انا عملت كشري. اللي عايز يعرف الكارثه اللي انا عملتها يا ريت يخش على القناه، عيله بسيطه جدا عشان تعرفي ايه اللي حصل لي في يوم الكشري دوت. ويلا بينا على الفيديو عشان تعرفي كل تفاصيله وتكته. يلا بسرعه على حبايب قلبي عاملين ايه؟ يلا بينا نخش على طريقه الكشري. بصوا احنا كده بالصلاه على النبي، معانا صلصه، معايا عدس بجبه، معايا شعريه، رز، توم، بصل، سمنه، وصلصه، كيس صلصه، عدس اصفر، ومكرونه بقى عايزاها نوع واحد براحتك، بس هو الكشري حلاوته لما يبقوا نوعين، اللي هي المكرونه الصغيره والسباكيتي. ده اساس الكشري. في ناس بتعملها سباكيتي بس دي مكرونه عاديه. تمام. مش عارفه بدمج الفيديو، مش عارفه في ايه في الصوت. كده بقى انا طلعت الكبه عشان اعمل البصل عشان احمره للكشري. قلت اعمل البصل الاول عشان افوق منه. احلى اكله كشري تعمليها في خلال ربع ساعه وما تاخدش منك وقت ولا تاخد منك اي مجهود. بص كان هنا البصلتين لزقوا مع بعض، ما كنتش عارفه اطلعهم، فكيت الكبه وطلعتهم. طلعت بصلايه اللي خلاني حطيت بصلتين مع بعض عشان كانوا صغيرين. كده بقى بعمله، المفروض اعمله على ايدي بس قلت ايه الكبه هترفع لي الشرايح، هتبقى احلى ما انا اعملها كده. تمام. تمام. وجبت الطماطم عصرتها. انا هعمل كميه عشان احنا بسم الله ما شاء الله كتار، وبنعشق حاجه اسمها كشري. فهنروح اشتري علبه الكشري ب 30-40 جنيه ومش هتشبعنا. لا قلت لهم انا اعمل لكم كشري جميل جدا، بس هو والله العظيم كان ناقصه البتاع ده، الحمص. بصي البصل مش ناعم، البصل معمول شرايح جميل جدا، بس عشان معايا الكبه بتعملوا لي شرايح رقيقه، اللي هي رقيقه خالص كده، رقيقه نفسيا مش بص عملت كميه البصل زي ما انتم شايفينها كده، حطيتها على البوتاجاز وخليتها بقى. قلت بقى اعمل على البوتاجاز التاني عشان بدأت فيه متأخر. طبعا ساعة ما نزلت لكم البط كنت عاملة بط وبطاطس ورز، قعدنا كلنا فيه يومين. والله انا بحب اعمل كمية تقضيني لتاني يوم. قلت بقى ايه خلاص الاكل خلص، اعمل لهم اكلة كشري حلوة كده. كده قلت اعمل الصلصة واعمل في الحلة الكبيرة دي الرز. طبعا كبرت الحلة مش عشان الكمية تبقى كبيرة ولا الكلام ده، لا، الكشري الحاجة اللي انا بحطها دي هترمي معايا كتير، فعايزة حلة واسعة. والتاني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة تتحكمي فيها والحاجة تستوي براحتها. يعني ايه الحاجة بتاعتك لو ضيقة وسعيها هتزيد معاك الخير ان شاء الله. كده بقى كنت جايبة بتاع كيلو شعرية، والله العظيم كيلو شعرية. البت حنين بتقول لي يا ماما الشعريه كتير قوي وبايه سيبها لنا لوحديها. قلت لها لا، ده انا هعمل لكم طريقه حلوه. اساس اللي انا الكشري اللي انا بعمله ده اساسه الشعريه. جبت كيلو شعريه وجبت ربع كيلو عدس بجبه، وقلت ايه اشوح بليت العدس، سبته ايه بشويه ميه سخنين، تنقعيه وتركنيه على جنب لحد ما تجهزي حاجتك. كده معايا معلقه كزبره للثوم عشان الصلصه. يا لهوي وديتها في حته تانية خالص. حمرت التوميه كده ونزلت عليها بمعلقه كزبره، والله العظيم مخليه الريحه تحفه. بس تفضلي تحمري كده. انا هوريكم دلوقتي، همسك الحله اقلبها كده هوريكم الطنب هو بدا خلاص يحمر معانا. بصوا اهي ريحتها جميله. هنزل بيها بقى بالتركايه بتاعتنا. والله العظيم التركايه دي انا عرفتها من حد عزيز عليا، يعني كان شغال في مطعم كشري وقال لي التركايه دي هي اللي بتخلي الصلصه تحفه بتاعه الكشري. تنزلي عليها بكوبايه خل، الثوم تنزلي بكوبايه خل وتسيبها تاخد غلوه. الثوم تحمريه وتنزلي عليه بمعلقه كزبره وتسيبهم يحمروا مع بعض، مش يتحرقوا، يحمروا، وتنزلي عليهم بكوبايه خل ياخدوا غلوه مع بعض، وتنزلي عليهم بقى ايه ببرطمان صلصه او كيس صلصه زي اللي انا عملته ده. كيس الصلصه دوت بمقام البرطمان. هتقولي لي الكيس كتير، انا يا جماعه عامله كميه، ما يغركوش الحله باينه ان هي ايه صغيره، لا انا عامله الحله الكبيره. انا اللهم بارك، يعني ايه لو حد معايا العدد كتير زينا كده ما بحبش اعمل حاجه على القد، وكمان ما اضمنش مين يجي لي على غفله. ما إيه العيال بتحب كل شويه تاكل الكشري.
قلت لا انا هكتر كده. بصوا كميه القوطه اللي انا حطاها وتقيله، بصوا من كتر تقل القوطه مش سايبه حاجه في الحله بتاعتنا. وكمان انا اللي خلاني كمان اتشجعت على اكله الكشري، البنات عمالين يقولوا لي ايه ما تيجي يا ماما نروح نشتري كشري، معاهم لسه فلوس من العيديه بتاعتهم بتاعت العيد. قلت لهم لا، اللي يخليني اروح اشتري العلبه وتعوزوا تاني ومش هتشبعكم، انا هعمل لكم الكشري بطريقه سهله وجميله جدا وهيعجبكم. رحت بقى ايه جبت الحاجه وعملت زي ما انتم شايفين كده. انا كده حمرت الشعريه ونزلت عليها بمعلقه دجاج واحده، هديها تشويحه كده. طبعا عارفين ان انا بحط الدجاج مع السمنه او الزيت او الحاجه اللي بتتشوح عشان بتفك معايا كده وبتديكي طعم حلو. ومعايا ربع كيلو رز وزياده شويه. بصوا بقى قللي الرز، كتري الشعريه وقللي الرز. طبق زي ما انتم شايفينه كده، طبق رز يعتبر الطبق دوت هيجي نص عشان حاسه ان الطبق كبير. بس بصوا الرز مش باين معايا في الشعريه، الشعريه اكتر. التركايه دي جميله جدا بتاعت الرز بالشعريه وعليه العدس بتاعنا وكل حاجه زي اللي بتعملوا الكشري الحله الواحده ما عدا المكرونه. انا ما بحبش احط المكرونه معاه بصراحه. بصوا زي ما انتم شايفين كده الشكل تحفه والله العظيم، الكاميرا كانت ظالمه الشكل. هنزل كده بالعدس بتاعنا، كنت نقعاه بشويه ميه سخنين، مش سخنه قوي، ميه من السخان اللي هي تطرد معايا العدسيه شويه عشان الحاجه دي تيجي معاكي مفلفله كده وتبقى ايه شكلها حلو وما تبقاش معجنه منك. وهنزل بالعدس الاصفر كده. هنحط الشعريه، خليكم معايا، شعريه ورز وعدس اصفر وعدس بجبه كده. انا حطيت العدس الاصفر، شفتوا مش مركزه، بدمج الفيديو والله العظيم ما مركزه. حطيت بقى التوابل بتاعتنا، معلقه دجاج، معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، والتركيه الاخيره معلقه الكمون. الكمون اساس الكشري. بصوا بقى الشكل عامله ازاي، اكتر حاجه باينه الشعريه عشان تبقوا واخدين بالكم، اساس الكشري دوت الشعريه. هسقي الرز كده بميه بتغلي. خلوا المكرونه للكشري اخر حاجه عشان تبقى مفلفله معاكي كده وتبقى حلوه، وكمان تبقي لسه سخنه، المكرونه تبقى لسه سخنه وانت بتغرفي، يبقى الاكل كله سخن. تسلقيش المكرونه الاول. بص انا عملت الصلصه وعملت الرز كل دوت وانا بحمر البصل على البوتاجاز التاني. انت لو معاكي البوتاجاز الكبير زي كده هتنجزي بسرعه، كل عين عليها حاجه هتنجزي. بصوا الصلصه بدات تغلي ازاي، والله العظيم كوبايه الخل اللي حطيتها على الصلصه دي حرفيا خلت الصلصه دي في حته تانية خالص، والله العظيم، وطعم جميل وريحه وكل حاجه. بصوا حطيت معلقه كمون، فلفل اسمر، ما ننساش بقى السكر عشان الحموضه، السكر عشان الحموضه. وانت عامله كميه صلصه تحطي معلقه كبيره كده زي ما انا حاطه كده. انا ما بحبش اداري عليكم حاجه، انا بحب اعمل الحاجه عشان اللي يجرب الطريقه بتاعتي يعرف ان انا بتكلم صح، بقول الحاجه صح. وكل شيخ وليه طريقه، انت ليكي طريقتك في الاكل وانا ليا طريقتي في الاكل. يلا بينا بقى كده. بصوا البصله، طلع بقى البصله معاكم. على ما عملت الرز والصلصه كانت بس محمد جاي بقى عمال ياكل ايه، كان لسه جاي من المدرسه بيقول لي، بقول له بتعمل ايه، بيقول لي باكل بصله. تعالوا بقى اوريكم الرز. بصوا بقى الرز بتاعنا يا جماله يا تكاته يا حركاته. بصوا مفلفل ازاي، مفلفل والله العظيم. كانوا احلى شويه رز. احمد بقى كان معيط، بص عمال يعيط عايز يروح لامه وانا مش فاضيه. بص بقى، وكمان هو اتفاجئ ان انا بعمل كشري. عمال محمد بيقول لي بتعملي ايه، بقول له بعمل كشري، واحمد يقول لي بتعملي ايه، قلت لهم بعمل كشري. العيال بقوا مبسوطين قوي باكله الكشري اللي انا بعملها. بصوا الفلفله بقى كده لما دقته كان لسه عايز تركايه ان هو لسه ناي شويه، قلت اسيبه يستوي شويه. وكده انا خلاص خلصت، والصلصه خلاص خلصت معانا. والصلصه بتاعتك بدات تغلي، مش خلاص غليت، بدات تغلي معاكي كده اول غلوه، روح حطي لها التوابل بتاعتها. بصوا شكل الصلصه تحفه. اليوم بتاع الكشري ده كان يوم عالمي، اقسم بالله الشارع كله عرف ان انا عملت كشري واتحاسبن عليا حسبنه كده. انا بعمل الدقه. تعالوا بقى اقول لكم انا اتحاسبن عليا ليه.
عملت الكشري وبعمل الشط، ويا ريتني ما عملت الشط. حماتي قعدت تدعي عليا قد كده. والكح انا ولعت في البيت. والله العظيم الدقه ما عملتش ريحه زي الكشري. انا عملت شويه دقه صغيرين كده، بس هم عندي بيعشقوا حاجه اسمها الدقه. بصوا بقى الشطه، حطيت كده بقى شويه شطه حراقين. بصوا الدخانه عامله ازاي، يا خرابي البيت كله بقى يكح ويعيط. بصوا الشطه اسودت ازاي. والله العظيم المنطقه بتاعتي كلها عرفت ان انا في اليوم ده عملت كشري بسبب الريحه والكحه. وحماتي تقول لي حسب الله ونعم الوكيل فيكي. وانا اضحك جوه. ويا رب كده يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، ويلا بينا نتفضل تاكلوا معايا كشري بقى بالطريقه بتاعتي. واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه. ومع الف سلامه يا حبايبي.